شلون تصير سكاك بالانجليزي وتجيب درجات كلها ميات ب5 نصايح بس. تعالوا وياي. اولا لازم تترجم الموضوع اللي تريد تحفظه، لان مستحيل تحفظه وانت ما تعرف معناه، فضروري تترجم ورقه وقلم. ثانيا دائما اقرا الانجليزي بصوت عالي، لا تقراه بقلبك، يعني يجوز الكلمه انت حافظها بقلبك بس لما تقراها يطلع النطق مالك غلط، فحاول مره ومرتين وثلاثه لحد ما تضبط المنطوق مالتها. ثالثا اضبط الاساسيات مال القواعد، لان تكرر عليك كل سنه من الاول متوسط لسادس اعدادي، يعني ضمائر الفاعل والافعال المساعده والمضارع البسيط والمضارع المستمر، وهذني الامور اذا ضبطتهن الانجليزي يسهل عليك 100%. رابعا الانشاء لما تريد تقرا اقرا كل سطرين سويه، لا تقرا كله كامل مره واحده لان ما راح تحفظه هيك، وانما تقرا كل سطرين سويه تحفظهم بعدين تحفظ سطرين ثانيه. خامسا اضبط الافعال الشاذه والتصريف الثالث، لان بكل امتحان وبكل سنه يتكررن عليك هذني الامور، فاذا ضبطتهن انت تقريبا حاسم موضوع الدرجات. وبس هاي، لا تنسون تتابعوني وانضموا الى قناه تيم سكاكه بالتليجرام، هذا معرف القناه، واي سؤال عندكم اكتبوا لي بالتعليقات.